السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن فتاء الحجاب الحاجز وعلاقته بالراحات السمنة. أول حاجة لازم نفهم يعني إيه فتق في الحجاب الحاجز. فتق في الحجاب الحاجز معناه إن عضلات الحجاب الحاجز ضعيفة، وبالتالي لما تكون عضلات الحجاب الحاجز ضعيفة بيبقى جزء من المعدة داخل تجويف الصدر. طب إيه المشكلة إن في جزء من المعدة داخل تجويف الصدر؟ ده بيعمل ارتجاع لحامض المعدة، الحامض بتاع المعدة يرجع للمريء. وبالتالي في الحالات دي بالذات لو عندنا أعراض حموضة شديدة أو ارتجاع شديد بنفضل عمليات تحويل المسار المصغر أو تحويل المسار الكلاسيكي. طب ليه ما بنفضلش التكميم في حالات الارتجاع الشديد او فتق الحجاب الحاجز لما يكون حجمه كبير او عامل اعراض شديده؟ لان في عمليه التكميم بيكون الضغط داخل المعده بيكون عالي جدا، وبالتالي بيزود من ارتجاع حامض المعده للمريء فيعمل لنا مشاكل بعد العمليه. فبالتالي لو عندنا فتق كبير في الحجاب الحاجز وعامل اعراض ارتجاع شديده خلاص، او عندنا اعراض حموضه او اعراض شرقه بتجيلنا باستمرار، بنفضل ان احنا نعمل عمليه تحويل المسار المصغر او تحويل المسار الكلاسيكي. طيب هل في حالات معينة ممكن فتق الحجاب الحاجز نعمل معاه تكميم؟ ممكن، لو ما عندناش أي أعراض ارتجاع أو فتق الحجاب الحاجز ده صغير ممكن نعمل عملية تكميم ونصلح فتق الحجاب الحاجز أثناء العملية. شكرا جزيلا لحضرتك.